كنت بتذاكر ازاي؟ عايز اعرف طريقه مذاكرتك. وصلتك انت الاول كليه علوم قسم كيمياء. خلاص انا سستمت نفسي ان انت زي ما انت بتصحى من النوم كده مثلا تشرب قهوه مش عارف ايه انا بصحى من النوم مثلا اروح دروس واجي اذاكر. تركب مثلا انت كان نفسك تبقى دكتور عشان تعمل كذا، صح؟ مش كله برضه بيعمل كده. انا نفسي ابقى دكتور عشان كذا، عشان مثلا اكتر لحظه صعبه عدت عليك في ثالثه ثانوي عمرك ما هتنساها اللحظه دي؟ من غيبوبه تيجي تبص على الكتب تلاقي سطر كتب كده. ايه ده؟ تحكي لي الاول ايه بدايه كده شهر 4 او بص بدايه شهر 3 وشهر 4. الطلاب بيجوا في الوقت ده حاسين نفسهم مش فاكرين حاجه من المنهج. اقراها واركبها. تمام. تعالى تاني يوم اقراها كانت تاني تقول كده. قرأتها واركبها. ثانويه عام ثانويه ازهريه، ايه الصعوبات اللي بتواجهك؟ التراكمات زادت، تحس بنفسك خلاص انا كده مستقبلي ضاع. اهلا بكم في بودكاست حكايات ثانويه، المكان اللي بنحكي فيه الحقيقه اللي محدش بيقول عن الثانويه. كل واحد فينا عدى بضغط واحلام واحيانا كان فيه انهيار، لكن السؤال الحقيقي هل الثانويه فعلا بتحدد حياتك؟ ده نعرفه في الحلقه دي. النهارده معانا ضيف مميز جدا عن اي حلقه، ضيف عدى بصعوبات وضغوط كتير لكن قدر يوصل لحاجه كتير من الناس بيطلبوها. ضيفنا النهارده الكيميائي احمد محمد عبد السلام. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك يا عبد الحميد. عامل ايه؟ تمام والله. كله صحتك عامله ايه؟ كله تمام يا ود. اخبار الكليه عندك عامله ايه بس الاول كده؟ والله اهي كويسة؟ علوم. انتوا عارفين علوم يعني. صعبه؟ علوم من اصعب الكليات. من اصعب الكليات. هنبدا الاول حاجه عن الثانويه طبعا، يعني بودكاست بيتكلم عن الثانويه تمام. وعن الصعوبات اللي بيواجهها الطلاب في الثانويه. فانا عايز بس اسال حضرتك، انت حضرتك كنت داخل الثانويه متحمس ولا كنت داخل مرعوب في الثانويه؟ لا عايز تحكي لي. انا مالك. انا لا كنت داخل متحمس ولا كنت داخل مرعوب. كنت أمال؟ داخل عادي زيها زي اي سنه. ودي يعتبر حاجه مميزه فيا. ما كنتش قلقان؟ لا بالعكس. ثالثه سنه. حضرتك بس ازهري ولا عام؟ لا ازهري. يعني اصعب من عام ولا انت مش عندك لا الحته دي؟ الازهر مش اصعب من عام من حيث هو كتر المواد بس. مواد كتير كتر المواد لكن مش اصعب. لا مش اصعب من العام، هو يعتبر زيها زي العام برضو في المستوى. هنيجي السؤال ده تاني، بس اهم حاجه انت كنت حاسس بايه وانت داخل ثالثه ثانوي؟ كنت حابب اول انت تخش اصلا ثالثه؟ لا بص، هو انا لما جيت دخلت ثالثه ثانوي اول حاجه بص ظبطت ظبطت المدرسين اللي انا هاخد معاهم. تمام. رتبتهم كويس؟ رتبتهم كويس ورتبت مواعيد والحمد لله. خلاص انا سستم نفسي على النظام ده لحد اخر السنه. بس فيما بعد في نص السنه هيحصل حاجات تانية اصلا، هتلاقي الدنيا اتشقلبت معايا. وكنت داخل عادي مش حاطط يعني قلق من اولها. كانش في اي قلق؟ ستريس من اولها الدنيا هتبوظ معايا اصلا. انا كنت داخل عادي، شاب عادي، داخل عادي زي اي ثانوي اولى ثانوي عادي. اغلبيتهم ما بيعملوش كده. ما انا عارف. او احكي لنا اول شهر في الثانويه كان ماشي معاك ازاي؟ والله اول شهر كان ماشي معايا زي ما انا كنت مرتب له بالظبط. يعني مثلا اصحى الصبح اروح دروسي، اجي مثلا اذاكر، يومي مظبوط عادي. وهكذا برضو تاني شهر لحد ما بدات التركيه اللي انا في دروس مش فاهمها. ده كان انه شهر الثاني ولا بدايه الشهر الثالث؟ بدايه الشهر الثالث. بدات بقى اغير في المدرسين، ودي اول غلطه عملتها. كتير من الطلاب بيغيروا في المدرسين. عملت ايه؟ والله غيرت كذا وكذا وكذا مدرس، بوظ لي اليوم. بقيت مثلا مواعيد باظت، كل حاجه باظت، كل درس ودرس مثلا ساعه. مضطر اقعد في المكان عشان بيتي بعيد عن المكان الدروس، فبالتالي بتضيع وقت، وبالتالي الوقت ضاع. بروح تعبان ما تلاقي ان يوم يا دوبك تكتب واجبك، لو عرفت تكتب واجبك اصلا عشان تصحى يوم تاني يوم كنت تطلع الصبح امتى؟ والله في ايام كنت بطلع الساعه 8 وايام كنت بطلع مثلا على الساعه 11 الظهر. ترجع بتاع 8 ده مثلا كنت نرجع العصر، ضيعت يوم فعلا، ضيعت يوم كامل. نطلع العشاء بجد، كنت برجع العشاء بجد والله. الله يصلح هتذاكر له امتى؟ استاذ الرياضه بتاعنا. طلعكوا العشاء؟ واحنا كنا دفعه تخفيف الاحمال لو كنت فاكر. 2024. 2024 بيقطع ساعتين. الله يكون في عونك. كنت بتذاكر ازاي؟ عايز اعرف طريقه مذاكرتك. وصلتك انت الاول كليه علوم قسم كيمياء سبيشال. تمام. يعني عايز اعرف برضو قصتك كانت ماشيه ازاي في ثالثه ثانوي، البدايه بتاعتك ازاي، مذاكرتك ازاي، وفي الاول انت بترشح ان انت تذاكر مع اصحابك ولا مع نفسك افضل؟ بص المذاكره بتاعتي كانت قايمه على هاخد قدر لازم اخلصه في اليوم.
على قدك. لا مثلا النهارده هذاكر مثلا درس ده لازم اخلصه. تمام. مش عدد ساعات، ما بحبش حوار عدد الساعات ده. هو انا احط لنفسي تارجت او تاسكات في اليوم، مهام ولازم هي اخلصها. تمام. والحكايه دي فرقت معايا برضو في الكليه. نفس النظام. يعني انت ماشي على روتين معين. حكايه بقى ان انت تذاكر ما قصرتش في يوم في ثالثه؟ اكيد لازم تقصر، اصل مفيش حاجه بتبقى ماشيه يعني مثلا مظبوط. كنت حاطط مثلا فيزياء ورياضه، ذاكرت فيزياء ما ذاكرتش رياضه؟ لا، المشكله بقى ان انت ما تذاكرش ماده عايزه حفظ، عايزه فهم، ماده تانية عايزه فهم. كويس. الدنيا بتبوظ معاه. فانت مثلا الماده اللي عايزه فهم دي تديها مثلا قدر اعلى من الماده اللي عايزه حفظ شويه، ولو انت كمان عندك ملكه الحفظ عاليه، فانت ممكن تخلي المواد اللي عايزه حفظ عندك كلها في يوم واحد. قصدك يعني ما يكونش الاثنين مع بعض؟ يعني مثلا فيزياء تحط مع مثلا عربي، او تحط مع مواد شرعيه مثلا. تمام. صح. ايوه تمام. تحطش رياضه مع فيزياء. تمام. كمل وبعدين. وانا برشح لك يعني انت مثلا تخلي الفيزياء لوحدها في يوم، دي تديها يوم عشان الفيزياء ما شاء الله يعني. ولو انت مثلا علم رياضه ولا حاجه، خلي الرياضه لوحدها في يوم، يعني الفيزياء والرياضه خليهم مثلا ليهم يوم لوحدهم، عكس مثلا الكيمياء فيها فهم وحفظ نفس الوقت. عايز بقى مثلا نقطه الثانويه عام ثانويه ازهري، ايه الصعوبات اللي بتواجهكم؟ قبل السؤال ده بس انت نسيت نقطه، مذاكره مع الصحاب. صح. تمام. ماشي. المذاكره مع الصحاب دي يا معلم ايه؟ تفضلها ولا ما افضلهاش؟ لو انتوا راجعين من الدرس هنذاكروا الدرس اللي احنا لسه واخدينه. اما انت لو رحت مثلا بيتك ذاكرت الدرس بتاعك وصاحبك ذاكر الدرس بتاعه، ممكن تتجمعوا مع بعض في يوم، انت تشرحه وانا اشرحه، ونشوفوا مثلا ايه النقط اللي واقفه معانا. بس مش كله بيمشي بنفس النظام. هو يعني انا برضو انا ما بقولكش ما مشيش بنفس النظام. هو اصلا انا ما عملتش الحوار ده في الثانوي، ذاكرتش مع اصحابك خالص. الحوار ده مثلا عملته في الكليه، فاهم؟ كلها مختلفه برضك يعني، كليه خلاص 160 درجه عن 180 درجه. لا والله. والله ما شاء الله. اللي يقول لك اتعب في السنه وهترتاح في الكليه، اقول له لا، ده انت هتتعب في الكليه اكتر ما تتعب في السنه اصلا، اكتر بكتير بياما. سواء دخلت كليه علميه ادبيه، بص هتتعب ايا كان، تعب شديد كمان لو انت مستواك ايه في الثانوي. يعني انت ما ترشحش تذاكر مع اصحابك غير لو انت مذاكر. لو انتوا الاثنين مذاكرين ارشح لك. لو هو مثلا لو واحد فيكم مذاكر، واحد يشرح للتاني منها يثبت المعلومه ويشرح للتاني. ولو انتوا الاثنين مذاكرين على فكره المعلومه هتثبت جامد اصلا. ما شاء الله. امتى حسيت ان الثانويه بقت جد خلاص، يعني مفيش مهرب، انا بقيت يعني ثالثه ثانوي رسمي؟ اقول لك الدنيا خلاص. حسيت بالثانويه كان ايه؟ اول ما تبدا الدروس تتراكم عليك، اول لما تلاقي التراكمات زادت هتحس بنفسك خلاص انا كده مستقبلي ضاع. لا. كانت في بدايه شهر كام مثلا لو تفتكر؟ اقول لك انا في بدايه شهر كام؟ من 2 ولا 3 لا، ولا شهر 1. كانت في بدايه لسه يعني، لسه مخلص شهر 12 وناخد اللي هو مصلت شويه، المفروض اصلا تقفل المنهج. الشويه اللي في الاول دول بقى انت ايه ثانوي مش عارف ايه، قبل ما تخش بس السنه الجديده في شهر 1 بقى خلاص انت خلاص وصلت نص الطريق طب. وده بتبدا بقى تزود تراكمات عليك عشان انت مش عارف تلم من هنا ولا من هنا تمسك ايه. فانت راكمت اكيد. راكمت مواد ياما. عملت فيها ايه؟ الحمد لله ربنا وفقني. يعني قسمتها ازاي في ايامك؟ ولا بدات تحل وتركز في الحل بس، ولا بدات ازاي؟ المواد البيزك مثلا زي الفيزياء والكيمياء والاحياء دول ما ينفعش اراكمهم خالص. وبالذات عشان انا كنت ازهري كان معايا الرياضه 5 فروع، علم علوم يعني علم رياضه ومواد شرعيه. قبل ما يلغوا القرار الجديد ده ويخلوا مثلا المواد التطبيقيه مع بعض في امتحان، لا انا كنت باخد 5 فروع. كنت باخد مع استاذ بقى ربنا يديله ربنا يبارك له، بس كان كويس معاك في الرياضه. جميل. استاذ محمد عبد العظيم. استاذ محمد عبد العظيم ما شاء الله. ايه اول موقف في الثانويه حسيت فيه ان انت مضغوط والدنيا متقفله في وشك، يعني انت مش قادر او انت نفسك تسدد على المذاكره؟ لا بص، هو انا كنت بذاكر، انا خلاص انا سستمت نفسي ان انت زي ما انت بتصحى من النوم كده مثلا تشرب قهوه مش عارف ايه انا بصحى من النوم مثلا اروح دروس واجي اذاكر على طول. اذاكر. حسيتش فيهم كان في ضغط جامد عليك في المذاكره؟ يوم ضغط جامد عليا كان ليله امتحان، الحمد لله كنت بذاكر يعني، بس حصل ضغط جامد اللي هو كان ليله امتحان الجبر والهندسه الفراغيه. بس كده انت بتتكلم في الامتحان. انا قصدي في المواد انت بتذاكر. اقول لك ليه. الجبر والهندسه الفراغيه انا يعتبر كنت راكنها خالص، فانا قلت ليله الامتحان لازم المها اليوم بتوع الامتحان دول. دي برضو حته تمام. حصل عندنا حاله وفاه في الشارع
تمام. ظروف. طبعا انا خلاص الامتحان عليه 6 ساعات ولا حاجه، الامتحان هتلم ازاي؟ المفروض كنت الم اصحى الصبح المه لحد فاهم لحد الامتحان. انا كنت بطبق ليله الامتحان عامه. حصل على حاله الوفاه طبعا، التسجيلات ومش عارفه ايه، الدي جي اللي شغال تحت القران لموا مش عارف في الاخر. فعلى الساعه 12 كده بدات بقى اللي هو انا بنتش اي حاجه عايز المها، عايز ادخل الامتحان اجيب درجه. الحمد لله ده كان يوم صعب جامد يعني. سهرت طول الليل؟ قدرت تركز؟ لا انا من النوع قدرت تركز ازاي؟ بسهر واقدر اركز عادي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. ده كان يوم يعني صعب جامد بالنسبه لي. صحيت قبل كده الفجر في ثالثه ثانوي؟ كنت بتقول لا انا هبدا مثلا النهارده مثلا من الفجر لغايه مثلا الساعه 8 الصبح واروح دروسي وارجع اذاكر شويه انام، ولا انت كنت مثلا بتظبط مواعيدك الساعه 9 على حسب الدروس عندك امتى؟ انا في مش ما كنتش كل يوم بصحى الفجر. يعني مثلا في ايام كنت بصحى الفجر. وكنت دايما انا يعني بحب وانا في ثانوي كنت بحب الكيمياء. والحمد لله يعني ربنا وفقني. ما انت خلاص دخلت قسم كيمياء كمان على قسم كمان. كنت بحب اذاكر كيمياء بعد الفجر. مثلا الايام اللي بيبقى عندي فيها درس الساعه 8 دي كنت بصحى الفجر. كان بيبقى اول درس عندي درس كيمياء. درس كيمياء كنت بتحطه في الاول عشان تبقى فايق ليه. كان كنت اصحى الفجر مثلا اتاني اذاكر كيمياء لحد الامتحان، افطر واخد بعض واروح. ما شاء الله. الساعه 8 كنت بحب اذاكر كيمياء. ايه اكتر حاجه في ثالثه ثانوي كانت بتضيع وقتك؟ تحس ان انت لو يعني جيت يمها بتضيع وقتك كله؟ اقول لك ما تعرفش ازاي، ما تعرفش تعمل اي حاجه. في الاول كنت قايل لك ايه، غيرت مواعيد الدروس دي فبقى عندي فاصل واسع بين الدروس لدرجه ان ما ينفعش اروح البيت وارجع. يعني انت مثلا عندك درس واحده ودرس 3. كنت بقعد الساعه دي او الساعتين دول في الشارع. دي كانت اكتر حاجه بتضيع وقتك. على القهوه مثلا. فاهم؟ دي كانت بتضيع بس الحمد لله دخلت كليه كويسه. الحمد لله. الحمد ربنا قدرك. الحمد لله. هو بص برضو الناس اللي بتقول الثانوي ومستقبلي ومش مستقبلي، ده انت قدرك مكتوب لك من زمان، ما هو ما علينا الا السعي. تمام. بس الثانويه ما هي الا البدايه. تمام. اللي يقول لك انا ما دخلتش كليه حلوه، ما دخلتش مثلا الكليات اللي هي الطبيه او الكليات الهندسه كليات القمه، ده اصلا ده الغرض منه. الكلام ده كان زمان. يعني انت مش معنى انت في كليه القمه ان انت شاطر اصلا. مش حوار ان انا شاطر، ومش حوار برضه ان انا هطلع اعرف اجيب فلوس. دلوقتي انت عشان تبقى شاطر لازم تطلع تشتغل وتجيب فلوس. مش حوار ان انا اسمي دكتور الفلاني. طب دكتور يعني انت شغال دكتور بعدين مهنه طبيه. بعدين طالما انت في المهنه الطبيه هتعرف تتعامل مع الناس فيما بعد. طالما انت دكتور مش عارف تتعامل مع البيشنت. هتعرف مثلا بالدكتوراه اللي معاك دي تركب مثلا. انت كان نفسك تبقى دكتور عشان تعمل كذا، صح؟ مش كله برضه بيعمل كده. انا نفسي ابقى دكتور عشان كذا، عشان مثلا يبقى معايا عربيه مكان. ايجابي. بص للجانب الايجابي. بس هل هيعرف يتعامل مع الناس؟ هل هيعرف المرضى؟ يعرف يشخص كويس؟ صح. ايوه هيعرف. بتفرق من شخص لشخص. بتفرق. طب راح يتغش وممكن مش حوار الغش. هو ممكن مثلا لو دخل كليه طبيه هيكمل فيها. هيكمل فيها مثلا. ممكن برضو لا قدر الله ربنا ما يوفقهوش ويرجع مثلا يخش كليه تانية. في شخص كان قابلني من يومين كان بيقول لي انا مش عايز اخش ثالثه ثانوي اصلا، انا في ثانيه حاليا، والله ده صدفه يعني. فيقول لي انا مش عايز اخش ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي اصلا. فتنصحه بايه؟ يعني هو خايف واصحابه مقلقينه جدا، فهو يسمع البودكاست بتاعه، فعايزك تديله نصيحه. ليه خايف من ثالثه ثانوي؟ والله هو عام. انا بقول لك هو في اشخاص غبيه بجد والله. قعدوا يقلقوهم من ثالثه ثانوي يقول لهم لا انت هتدخل. اصل ده مكتوب عليك. هتدخل وهتدخل وهتجي لك الكليه اللي ربنا مقدرها لك وهتتخرج وتطلع تشتغل. اصل ده كله ده نظام حياه. اللي هو مش داخل ثالثه ثانوي اصل كده هتدخلها غصب عنك وهتتخرج وتتجوز وتعمل. حاطط في دماغه الثانويه صعبه. هي صعبه وعايز اسافر. انا مش عايز اخش ثالثه ثانوي، انا عايز اسافر. عايز برضه يسافر. طب بعد ما يسافر بره هيعمل ايه؟ النقطه دي انا عايزك تديله نصيحه. هيعمل ايه بره؟ ما يسافر ولا هيسافر يدخل ثالث ثانوي بره؟ لا ولا عايز يطلع بره يسافر ويسيب خلاص ثالثه ويشتغل بقى يسيب التعليم. لو هو مش عايز يخش اصلا، خايف من ثالثه ثانوي، فبالتالي هيسيب التعليم بسبب ثالثه ثانوي وعايز يسافر.
انت تديله نصيحه ايه اللي هو اقول له ايه ده ما ينفعش تقول له حاجه، يا روح سافر وخلاص. هو طالما دماغه داخله كده تدفعش تنصحه اللي هو مثلا طب استمر، طب خش مثلا ثالثه ثانوي، انا بقول له تلاقي الدنيا كويسه مثلا معاك، ما عليك الا السعي، لكن حط وسيبها وما عليك الا السعي. قدرك مكتوب. اكتر لحظه صعبه عدت عليك في ثالثه ثانوي عمرك ما هتنساها اللحظه دي، سواء بقى كانت ظروف في البيت مثلا وحصل عليك ضغط في البيت، بره في الدروس مدرس شد عليك، اكتر لحظه صعبه مهما حضت الايام انت فاكر اللحظه دي في دماغك لسه بكل تفاصيلها. والله هو مش لحظه واحده، ممكن تكون شويه لحظات. احكي لنا ده طبعا منك نستفيد. ثالثه ثانوي في رمضان، مفيش ثالثه ثانوي، انا ايه بسيب التعليم في رمضان. فاهم اللي هو كنت عايز تسيب التعليم اصلا؟ لا يا عم مش كده. ايه انا بقول عايز تسيب التعليم في رمضان مثلا، انت خلاص يعني ايه ما بتروح انت يعني بتكنسل دروس مثلا، يعني مثلا تروح الدروس تجيب المواد تراكمها، ما بتنساش الدروس قصدك في رمضان؟ لا بنزل وكل حاجه، بس بقول لك في رمضان الواحد ما بيذاكرش اصلا. يعني مثلا من الحاجات اللي محتاجه مثلا فهم رياضه ولا حاجه بسرعه اروح الدرس واجي الحق الفطار مثلا، بعد الفطار نسهر زي اي شاب عادي ممكن يعمل حاجه رمضان معزوم بره مثلا. فايه تاخد بعضك مثلا، جيت بعد رمضان بقى عدينا العيد خلاص، تحس ان انت صاحي من غيبوبه، تيجي تبص على الكتب تلاقي سطر كتب كده ايه ده ذاكرتش ده كله، انا ايه ده انا كنت فين؟ دي بقى ايه لحظه صعبه. تبدا بقى ايه الاهالي انت ما بتذاكرش، انت وانت الاب والام يضغطوا عليك، بالذات ام بالذات كانت ضغط عليك، حتى عشان ابويا ربنا يديله الصحه انا كان بيبقى في الشغل ما بيشوفنيش، ربنا يبارك له. تمام. وبالذات ام بقى طبعا بقى كلمه انت ما بتذاكرش دي، مع انك بتحاول تعمل اللي عليك بس برضك يعني بتديك نصيحه يعني ايوه هي بس بطريقه تانية يعني انت بتذاكر بس مش عارف تجيب اخرك، وبالذات برضو كلمه انت ما بتذاكرش كانت بتزعلك بتزعلني كده. وبرضو في الدروس مثلا اللي انت مثلا من كتر ما انت مذاكر حاجات ممكن مثلا في حاجات تطير منك، كتر ما انت مذاكر يعني في مثلا حاجات مذاكر دي مثلا استاذ يسالك ولا حاجه انت عارف السؤال بس مش عارف تحس لسانك اتربط، مش عارف ترد، مش عارف تجمعه في دماغك اصلا. فيعني الاستاذ اداني دي من قله المذاكره، انت كده كنت مذاكرها بس ما راجعتش كويس يعني بسبب رمضان. انا كنت مذاكرها مش احنا حوار رمضان دلوقتي خلص، انا ده على حوار تاني. تمام. الاستاذ مثلا كان في الرياضه كان في قانون مثلا، تمام. انا كنت بروح مجموعه في الساعه 4:30 كنا بيطلعونا العشاء 4:30 العشاء، كان بيدينا ساعتين وكمان كان بيطول على الساعتين، كانت محاضره رياضه كامله بدون استراحه. صح الله ربنا يكرمه يا رب. عايز يشدكوا يا عم. هو ما شاء الله انت خلاص وصلت يعني الراجل جاب نتيجه، ربنا يبارك له استاذ محمد، ربنا يبارك له. فمثلا وقف الفصل كله عشان القانون ده، فانت مثلا انا كنت حافظ كله انا كنت حافظ القانون فقلته له تمام، بس في تكمله للقانون اللي هو قانون الميل، ممكن يكونوا عارفينه بتوع ثالث سنه. قانون الميل اللي هو لسه فاكر القانون صاد 1 على سين 1 بيساوي ايه؟ بيساوي الميل. حفظته؟ ما انا مش حفظت خلاص. انا قلت له الجزء ده ونسيت اقول له بيساوي الميل. ضربك عليه؟ ضربني، ده هزقني عليه مع انك قلت القانون. مع ان بقى المشكله بقى في ايه؟ ان انت حافظ بس بقى لما طلعت في الدرس تحس في ستريس أنا عليك جامد، ما عملتش كده. بس بالعكس بعديها انا لحد انا حافظ القانون بسبب اللحظه اللي حصلت دي. ما انت اتشددت ساعتها، اللحظه دي شدتك. وكمان هو يعني في كذا حاجات يعني كنت باخدها منه بكتر التكرار احتجتها في الثانوي في الكليه. يعني المفروض تدعي له بقى، ربنا يبارك له. انا كنت تدعي. كانت في لحظات تانية معاك الصعبة عدت معاك في الثالثه؟ هو بقى ايام الامتحانات يعني نعم ليله اول امتحان دي. انا عايزك بس تحكي لي الاول ايه بدايه كده شهر 4 او بص بدايه شهر 3 وشهر 4 الطلاب بيجوا في الوقت ده حاسين نفسهم مش فاكرين حاجه من المنهج. انا روحت دروس وذاكرت بس انا ما كنتش براجع، فبالتالي انا جيت في شهر 3 و4 حاسس نفسي ان انا واقع. تنصحه بايه؟ هل يحل امتحانات كتير ولا اقول له لا ركز على المذاكره الاول وبعد كده ابدا في شهر 5 حل امتحانات كتير؟ تنصحه بايه؟ لان بتيجي اغلبيه الناس في ثالثه شهر 3 وفي شهر 4 يقول لك ايه انا مش هكمل، انا هسيب ثالثه ثانوي، انا مش هاخدها على سنتين، او يعملوا زي انا هاخدها على سنتين. وكتير من الطلاب هناخدوها على سنتين. خدوها على سنتين. كانت ايه نصيحتك ليهم؟ بص صلى على النبي الصلاة والسلام.
بص انا برضو في شهر 4 و5 برضو. انا لدرجه ايه، مثلا احنا كنا في الباب الرابع مثلا في الكيمياء. باب الرابع. تمام. اللي هو الكيمياء كان التحليليه. قبل العضويه. كان قبل العضويه، لا الكهربائيه، الكيمياء الكيمياء الكهربائيه. الكهربائيه، ما شاء الله تمام. عليك. فايه، طبعا انت مش فاكر الباب الاول في الكيمياء اللي هو الحديد والحاجات دي، انت اتمسحت. اللي هي عناصر انتقاليه اصلا. اللي هو اتمسحت خلاص مش موجوده. وبرضه كذا حاجات مثلا في الاحياء والحاجات دي. طبعا يعني انت بدات برضو اللي انت تقع منك حاجات انا مش فاكرها. حاجات انا مش فاكر. انا جاب لنا امتحان شامل انا مش هحل، فاهم؟ عشان انت ما رجعتش من الذاكره بتاعتي خلاص. انا مثلا ماشي في شهر 4، الحاجات اللي انا باخدها الباقي ده خلاص اترمى في الزباله. فايه انت، انا كنت بفكر كده، بس الحمد لله لما جيت مثلا قريتها مره مرتين لقيت نفسي حافظها حفظ صميم بعد ما رجعت عليها. اللي هو بقيت انا حافظها اصلا اكتر من الثانيه. طب تقول لهم ايه اللي هم يقول لك لا انا هاخد على سنتين، ولا لا انا هسيب ثالثه ثانوي خالص، هو مع انه في شهر 3 يعني خلاص يبقى له 4 و5 وداخل امتحانات. ايوه. تنصحهم بايه؟ انا زي ما بقول لك كده، هو بيتهيأله اللي هو ناسي او يتهيأله اللي هو مش عارف ايه، بس ده لو هو مذاكر من الاول. يعني مثلا ما يشتغلنيش ويقول لي انا يجي مثلا من النص يقول لك انا هبدأ اذاكر، طب واللي ورا ده مش هتعرف تجيبه اصلا. فاهم؟ طب لو بدأ في شهر 3 وكان مراكم شويه ورا هيعرف يجيب لو هو عقليته تعرف تجيب اللي ورا على حسب كل قدرة كل طالب. هو عقليته اصليه سبحان الله. هي العقول والذكاء ده متوزع. هو مش برضه بيقول لك ده احسن من ده، لا هي كلها متوزعه وكل واحد بياخد بالقدر اللي ربنا كاتبه له. مش حوار كده. فاهم؟ ايوه. يعني مثلا واحد يستوعب اللي هو مثلا يذاكر على حسب كل واحد 4 محاضرات ولا حاجه في اليوم. انا مثلا انا بقول لك عن نفسي، انا لو جبت محاضره يبقى انا كده جامد. انا كده برنس. والله اعرف جماعه من صحابي ما شاء الله عليهم. تجربتك في ثالثه ثانوي كانت حلوه يعني. انا بقول لك اهو، وبقول لكل اصحابي انا من احسن السنين اللي عدت عليا ثالثه ثانوي، من احسن السنين، من أحسن ولا السنين. هيجي زيها والله العظيم. عندي ما شاء الله اللي يعني يشوف الطلاب هنا ويشوف هنا. ايام الامتحانات دي يعني ايام جميله يعني. الامتحانات ايام الامتحانات كانت تصدق انت اول واحد يقعد ما يشك في ايام الامتحانات. والله ايام الامتحانات دي ايام جميله. ما عدا مثلا انت اول وانت داخل الامتحان تمام انا كنت مرعوب. لحظه ليله اول امتحان كان عندنا فقه وحديث اليوم ده. يعني انا الحمد لله ده والله العظيم اول ما دخلت الامتحان، طبعا ليله الامتحان ما عرفتش انام. انت قاعد تذاكر وقاعد تحل امتحانات، تذاكر وتحل امتحانات. طبعا انا في الفقه يعني الحمد لله كنت مذاكر، بس برضه في حاجات انا مش هنحفظ كل المسائل الفقهيه. كان عندكم مواريث؟ كان عندنا مواريث الحمد لله، كنت شاطر فيها. كان عندنا استاذ يعني كان مظبطني فيه ما شاء الله. بس اللي هو ايه، استاذ حبشي. استاذ حبشي. وكان بيدينا في اول السنه كان استاذ محمد محروس. ما شاء الله. محمد محروس. يعني استاذ حبشي كان مظبط لنا المواريث خالص. انا لحد الان بحل مسائل مواريث لحد الان. من فهمك ليه؟ من فهم ليه والله. ما شاء الله. يا اللهم امين. طبعا ليله امتحان الفقه دي انا مش عارف الم. يعني انت في دروس حافظها حفظ زي اسمك، في دروس انت مش عارف فيها حاجه، فبتضطر بقى ترجع مثلا ايه، تخش على اليوتيوب اي ملخصات. انت عايز تحفظ اي ملخصات. وطبعا محل الامتحانات، حل امتحانات ياما والله العظيم. هو ده اللي بيجيب من الاخر. شهر 5 تحل امتحانات كتير. حل امتحانات على قد ما تقدر، هيفيدك كتير في الامتحان اكيد. ولما دخلت بقى الامتحان اول ما مسكت الورقه، طبعا اول امتحان ليك ونظام بوكلت، وانت بقالك سنه ما امتحنتش ما تعرفش حاجه. جيت تبص كده، انا بص في ورقه انزل البوكلت، طبعا كتبنا الاسئله اسامينا وعنوان كل بياناتكم في الاول. افتح بقى الاسئله. دخلنا الاسئله بقى، جاوبنا الاسئله. اول ما مسكت الورقه كده والله العظيم احساسك ايه؟ احساس اللي انا بص مش فاكر حاجه. هبوط. ضغطي وطى، وانا بص ما شفتش قدام، بقيت بعرق. وايه انا ايه ده؟ انا لولا اني تمالكت نفسي كنت زمان طلعت واجلت الماده. اجلت الماده؟ انا كنت بتذاكر وبتراجع لولا انا برضه دي رهبه شويه. لولا انا تمالكت في البدايه تمالكت نفسي ومسكت نفسي وخلاص. كنت الحمد لله انا ربنا وفقني في الفقه وحليت. بعد كده بدأت ايه، خلاص خدت مناعه، دخلنا امتحان الحديث عادي. انا دخلنا حلينا الحمد لله. وبين الامتحان نزلنا انا وجماعه اصحابي شربنا قصب.
بين الامتحان. لا والله يعني انا انتوا مش هنا خالص يعني لا. ايه يعني ثالثه الحمد ثانوي لله. فعلا. والله بجد. عايزك تشرح لي طريقه مذاكرتك في الفيزياء بالذات او في الكيمياء، يعني المواد كتير والكيمياء والفيزياء والرياضه. ليله الامتحان بتعمل ايه؟ بص انت لو بتحل حبيت امتحانات ولا المواد الثلاث مواد اعتقد هم تقال. بص الكيمياء كنت بتذاكرها الكيمياء ازاي؟ كنت بذاكرها اول باول. تمام. كنتش براكم كيمياء. تمام. تمام. مثلا في ابواب عايزه حفظ. هم 5 ابواب اللي عليك. طبعا العضويه دي انت اول مره تاخدها. هي العضويه دي في اللذيذ منه، بس لما تخش الكليه العضويه دي ماده حلوه. حلوه جامد يعني. بس هي في ثالث ثانوي جميله. تمام. طبعا دي عايزه حفظ شويه. تمام. عايزه برضو اللي هو تحفظ ازاي تشبك المركبات في المعادلات في بعضها. عشان كيمياء بقى انت خلاص بقيت كيميائي ما شاء الله. الى توصلوا لمين كده. تشبك المعادلات في بعضها عشان ايه؟ عشان تفهم. تمام. ومش حوار حفظ معادلات، حوار اللي انت مثلا ايه وزن المعادلات ده بالفهم والحاجات ده، عشان كله برضه بيقع فيها. تمام. والابواب الثانيه والابواب الثانيه مثلا عندك الباب الثاني ده باب مهم. يعني انا دلوقتي ليله امتحان اذاكر كيمياء ازاي؟ ما انا بقول لك بالراحه، انت مستعجل ليه؟ هم مستعجليني. الباب الثاني عايزين يعرفوا. الباب الثاني يعني مثلا زي باب العضويه ده قلنا مثلا فيه حفظ. تمام. والباب الاول برضه فيه حفظ. تمام. الباب اللي فيه فهم زياده وفيه مسائل زياده الباب الثاني والباب الايه الرابع. تمام. والخامس ده بقى الباب اللي هو الثالث ده اللي هو بتاع الاتزان. ده فهم بحت. فهم بحت اللي هو الاتزان. اتزان ايوني واتزان مش ايوني اللي هو طبعا انتوا نسيت. تمام. ده فهم. ويعني انت زي ما قلت لك. طب هو لو ما كانش مذاكر يا دكتوره كويس زي معظم حوالي 25% مش هقول 30%، 25% من الطلاب مش مذاكرين كيمياء كويس وجايين ليله امتحان يفتحوا الكتاب ويذاكروا ولا يحلوا امتحانات؟ ليله الامتحان مش مذاكر خالص. مش مذاكر كويس. انا ذاكرت بس برضك قصرت، جيت في شهر شهرين قصرت برضك في الكيمياء، حصل ظروف عندي. خلاص يدخل يبصمك بقى امتحانات. هنعمل ايه؟ مفيش امل. بس عشان يذاكر ويخش امتحان مفيش. يعني مثلا لو حل امتحانات كتير هل ممكن تجيب معاه ان شاء الله هتجيب، بس هو مش هيخش فاهم، هيخش مبصمك. انا شفت دي حلتها امبارح فاهم. بجد هو والله كده بنفس السؤال احنا بنعمله كده. هل بتيجي كده نفس الاسئله في الكليه؟ انت بتديهم طريقه للكليه. والله يعني انت مش هتعرف تلم مثلا المنهج كله، فانت بتضطر تبصمه غصب عنك. ما شاء الله. دكتوره كل حاجه. خش على جروب الدفعه يا جماعه اي حاجه اخدكوا علينا. ما شاء الله. عندنا فقره اسمها فقره اعترافات الثانويه. الفقره دي بتقول سر محدش عارفه خالص في ثالثه ثانوي خالص، ولا ابوك ولا امك. سر ايه؟ اي حاجه حصلت مخبيه عن الناس كلها ان شاء الله، لو في امتحانات اي حاجه بس محدش عرفها خالص. يعني ابويا وامي ولا اصحابي مثلا او العيله؟ محدش عرف حاجه معينه في احمد في ثالثه ثانوي، محدش عرفها حاجه. ما عملتش اي حاجه في ثالثه ثانوي ما قلتهاش لحد، ما هربتش من الدروس مثلا، ما عملتش لا يا راجل في ثالثه ثانوي ابويا وامي مثلا ما قلتلهمش ان انا غيرت الدروس. ما قلتلهمش انا بغير الدروس. مدرسين يعني في الاحياء في الاحياء انا مغير خمس دروس. 5 مدرسين احياء. في الاحياء انت هتتغير كل شهر ولا بتغير كل يومين؟ كل فتره. بس ده ضيع وقتك كتير. انا غيرت اول واحد. اول مدرس ده هو ده اللي يعتبر حافظ منهجه 100%. غيرته. هو ده اللي ندمت اني غيرته. طب غيرته ليه؟ بسبب طريقه في توصيل المعلومه ليك؟ مش عارف. ولا انت كطالب؟ لا غيرته عشان مع اصحابي. عشان مع اصحابي فاهم. بس اولا انا كمان انا ما صبرتش عليه. يعني انا لو صبرت عليه كان هيديني، بس انا ما صبرتش. فكذا حاجه بقى من التركه مش لازم اقولها. في بقى حوار كده منتشر الفتره اللي فاتت ده، فتره من حوالي 2020 هو منتشر والله، بس بدا يزداد في الفتره اللي فاتت حوالي الارتباط بين طالب وطالبه بيجوا في عقد في نفس الدفعه. انت ايه رايك في الحوار ده او تنصحهم بايه؟ يعني هم بيضيعوا عمرهم وبيضيعوا اهم سنه عندهم. يعني الحوار ده انتشر كبير جدا. ثالثه ثانوي بس يعني ولا ايه؟ مش ثالثه ثانوي بس، الحوار ده منتشر بس بيزيد في ثالثه ثانوي لما مثلا تبقى الدفعات مع بعض البنات والصبيان فبيزيد. تحس كده تحس ان في ناس مرتبطه كتير. السؤال ده لولبي ده بتفيد بيه فاهم. ففي ناس كتير فعلا فانت معلش انت بعد ثالثه ده بيروح لحاله ده بيروح لحاله اصلا، يعني كل واحد بيروح في دنيا. فانت ليه ضيعت اهم سنه؟ انت تقول لهم ايه في الحوار ده؟ ناس هم بيرتبطوا. بص انت في ثالث ثانوي
الطالب ممكن في عيال ما بتفكرش في الحوار ده، وفي عيال يعتبر هي رايحه ثالث سنه عشان تعمل كده، عشان ترتبط. العيال بقى اللي ما بتفكرش دي عاملين نفسهم دروس ومصاريف. اهدى. ايوه ما اهدى. العيال اللي في ثالثه ثانوي دي اللي هو اللي ما بيفكروش في الحاجه دي، انت بتقسمها يعني. لما بيدخلوا الكليه بقى خلاص انا بقيت دكتور، حتى لو هو دخل طب من اول سنه خلاص انا اتخرجت معاه البكالوريوس. ممكن يكون واحد مرتبط مثلا يخش طب اسمع انا عايز افهم بره المتابع يعني مش فاهم. انا بقول لك في الطلاب كلهم في ثالث ثانوي، تمام، في ثالث ثانوي في نص اتقسم نصين مثلا، تمام، او كمان تلت وتلتين، تمام، عشان ما بقولكش دول بقى اللي هم ايه داخلين بقى عشان رايحين الدرس يعكسوا بنات، حوارات ياما كده. تمام. التلت التاني ده بقى لما بيوصل للحاجه اللي هو عاملها دي، تمام، بيبدا بقى يفكر نفسه اللي انا ما ينفعش اترفض، فاهم انت؟ ده بقى ثالثه بعد ما يدخل الكليه اللي هو عايزها، سواء طب، انا عايز بقى هندسه، صيدله، علوم، يقول لك انا ما ينفعش اترفض، ده انا الدكتور فلان الفلاني، ده انا مش عارف انا وصلت، ويدخل يعمل بس معلش الكلام ده وصل ويروح يرتبط بقى ويتجوز يعني ما لا، ويدخل يعمل جروبات على الواتس، جروبات مثلا دكتور فلان الفلاني عشان يعمل منها علاقات ويدخل بنات طبعا. ايه عشان ايه؟ انصحكم في الثانوي وحوارات مالهاش لازمه عشان معاه علاقات. ما اعرفش بقى هو قصد غرضه ايه، نيته شريفه بس بص، ما فيش علاقه بين ولد وبنت وهتمشي كده. انا قصدي في ثالثه ثانوي دلوقتي انا في ثالثه، هو ذاكر لي وذاكر لها وصاحبي انت ايه رايك يعني؟ كل واحد لا يذاكر مع نفسه. انا بقول لك هو سواء في ثالثه ثانوي او غير ثالثه ثانوي ما فيش علاقه بين ولد وبنت، يعني هتمشي كده. تمام، فاهم؟ هيضيعوا الوقت وهيضيعوا مجهود، في حدود شغل هيضيعوا وقت، ما يتكلمش اصلا مع بنات. يتكلم ليه مع البنات اصلا؟ ما ينفعش يتكلم مثلا فيما بعد في حدود شغل، تمام، فيما بعد الثانوي وفيما بعد ما انت مثلا بترن عليها عشان تصحيني صلاه الفجر وبتحصل والله العظيم، وكذا واحد بتقول لي بترن عشان تصحيني صلاه الفجر، بترن عشان نصحيني مثلا نروح نذاكروا مع بعض، نذاكروا مثلا في الدروس قبل الدروس. تقول لهم ايه ده؟ تو ربنا منكم لله منكم لله. بس على فكره بيبقى في ناس هي ما تبقاش قصدها حاجه غير، سبحان الله بيقول لك ايه، الحب من اول نظر. يعني انا شفتها عجبتني، يعني هكمل ثالثه وبعد ثالثه ربنا يقدر. بص، هو الحب ده حاجه ربنا خلقها وحاجه جميله والحمد لله، بس اللي هو مثلا انا خلاص يعني انا عايز اكلمها، فاروح بعد اذنك رقمك، الموضوع بيتطور، هي بتبدا من اول سلمه، بتبدا وبعد كده تكلمها. فانت ما ينفعش اصلا ثالثه ثانوي بالذات ما تجيش من اي حاجه اسمها بنات او تتكلم اصلا. يا عم ثالثه ثانوي وغير ثالثه ثانوي، انا بقول لك بقى ثالثه ثانوي وغير ثالثه ثانوي، مثلا في حدود شغل، في حدود مثلا كده برضه لازم يكون في حدود، ما ينفعش شفتها عجبتني هات رقمك، كلمت واتس كده، اولا تضييع وقت، بيستنزف المشاعر اللي عندك حتى فيما بعد لما تيجي تتجوز، دي اسمها بيستنزف المشاعر اللي عندك. تمام، فاهم؟ عايزك تدي نصيحه للطلاب في بدايه امتحاناتهم. احنا بالذات بنستغل حته ان احنا بقينا في شهر اخر 4 اهو وهم داخلين على امتحانات، تنصحهم بهم يعملوا جداول ويبداوا المناهج من اول جديد وامتحانات، ولا تنصحهم بيه الطلاب ذات نفسهم بص عشان يخش يجيب درجه كويسه سواء من كليات القمه بقى هو انا تديهم ايه نصيحه؟ بص، الكلمه اللي انت قلتها في الاخر دي زعلتني جامد، اللي هو كليات قمه وكليات قاع. ما فيش حاجه اسمها كليات قمه ولا في حاجه اسمها كليات قاع، كلها كليات. تمام. بس اللي بيفرق فيها ان انت هتعرف تثبت نفسك فيها ولا لا. احنا عندنا في مصر نظام الثانويه التعليم بايظ، نظام الثانويه مش التعليم، الثانويه اللي انا ايه طبقيه، مبني على الطبقيه، فاهم؟ معنى اللي انا خلاص بقيت دكتور هطلع اشتغل، هطلع الاقي وظيفه والاقي ايوه انا بدور على الحاجه العاليه عشان ليها شغل، ليها تكليف. تثبت نفسك في الكليه، ليها تكليف، مش حوار تكليف، هتعرف تثبت نفسك في الكليه. اصل دلوقتي التكليف هياخد كام يعني؟ هتعرف تثبت نفسك في الكليه، فاهم؟ كل واحد حسب كليته. ايوه، اصل الكليات كلها متساويه، بس اللي بيبقى عنده مثلا شغف للطب وما يعرفش يدخل طب، فاهم؟ ده ربنا مقدر لك، اثبت نفسك في كليتك بقى، فاهم؟ يعني مهما دخلت الكليه اثبت نفسك فيها. نرجع للسؤال بتاعنا، طريقه المذاكره بتاعتهم خلال الامتحان، خلال فتره الامتحان. احنا داخلين على شهر 5 داخلين طبعا عليه. انت اكيد ذاكرت اللي فات، اكيد حتى لو مر عليك حتى قرايه. تمام، اكيد. طريقه المذاكره، بص، لما تيجي تذاكر اول حاجه، ده شيخ كان قايلها لي، يعني شيخ كان قايلها لي ما شاء الله. تمام، كان بيقول لي مثلا لما تيجي تحفظ الحاجه، كان قايلها لي في ثالث سنه والله. كان عندي ماده تفسير، طبعا ما كنتش عارف احفظه ايه من اول مره. تمام. فقال لي لما تيجي تحفظ حاجه اقراها قرايه سريعه، تمام، واركنها. قراتها بس اقراها واركنها، تمام. تعالى تاني يوم اقراها تاني.
قرأتها واركنها، تالت يوم اقرأها. ده ايه الفايدة؟ كل ما تمرر المعلومة، انا مش عايز احفظ دلوقتي، كل ما تمرر المعلومة على دماغك تمام بتثبت اكتر ما تحفظها اول انت مرة محطوط في وقت ستريس اصلا، اللي انت خلاص كلها شهر داخل امتحان. ما انت وامتحان ثانوية. ما انا بقول لك انت الحوار، انت في الوقت ده المفروض تكون مذاكر، تكون مخلص، المفروض تكون مذاكر ومخلص. حتى لو ما رجعتش اللي فات، انت كده لما تيجي تقرا اللي فات هتفتكره. فاهم؟ ايوه لما تيجي تقرا اللي فات هتفتكره. بس حوار اللي انت مثلا جاي تذاكر الحاجه اول مره ومش عارف تذاكرها، فانت اهو ذاكرها اول مره مثلا، سواء قريتها سواء ذاكرتها بجد، مثلا خلي في بينها وبين المره اللي بعدها فتره زمنيه تمام لحد مثلا معاك فاهم. بعدين اقراها تاني هتلاقي والله العظيم ثبتت معاك ان شاء الله، ثبات جامد يعني. ربنا يقويهم بجد. وخلال فتره الامتحان دي طبعا انت كنت مذاكر، انت فاهم. انت بقى مثلا هتعمل جدول، مثلا اول حاجه تذاكر طالما لو في مواد انت مخلصها فاهم، هتذاكر مثلا ايه النهارده او بكره هناخد الباب الاول معايا، الباب الثاني، الباب الثالث، تمام. بالترتيب. بعد كده مثلا ايه بين كل مثلا باب وباب تحل امتحانات. تمام. بعد كده يعني قصدك يعني اللي هو يكتر في امتحانات شامله، كتر في امتحانات الشامله كتير. امتحانات شامله حاجه طب بالنسبه بقى لاولياء الامور يا دكتور، تديهم نصيحه ايه يعملوا مع طلبهم في الفتره دي؟ يعني في امهات بتضغط، في اباء بيضغطوا، يسيبوا عيالهم ولا يشدوا عليهم؟ ولا انت مش حوار اللي يشد برضو، انت بص ما ترجعش لو رخيت هيفلت، تمام. ولو جمدت جامد هيتقطع، تمام. فكون بين البنين، تكون ما تشدش عليهم بمعنى صح، بالراحه عليهم، لا تشد ولا ترخوا جامد. فاهم. الضغط مع الشد وضغط الطالب هتلاقي الطالب فايص منك، مش عارف يعمل حاجه، يعني ما يشدش. مثلا ذاكر شويه مثلا خلاص دماغه جابت كده. فاهم. يطلع مثلا قاعد بره ولا قاعد بتفرج على التلفزيون، قاعد على التليفون شويه ماشي، قوم مثلا قوم ذاكر، بس خدت فترتك قوم بقى كمل مذاكره، مش عارف ما يشدش عليه اللي هو ايه، انت ذاكر هينسى اصلا اللي ذاكر كله. انت والله شرفتنا يا دكتوره بجد، الله يخليك يا عبد، ومش عارف اشكر حضرتك ازاي برضك على وقتك، ومعلش انا لو ضيعنا منك شويه وقت. وقبل ما نقفل الحلقه بس انا حابب اديك هديه صغيره كده، يعني تقبلها مننا، يعني دي حاجه بسيطه مننا من بودكاست حكايات الثانويه، يعني يا رب تتقبلها. المره الجايه ان شاء الله نجيب لك ايفون بقى حاجه في مقامك كده عاليه. تسلم يا عبد. وفي نهايه الحلقه حابب اوضح للطلاب كلهم يا جدعان، والله ثالثه ثانوي مش صعبه، ناس كتير اهي وتجارب وامثله وكيمياء ودكاتره وغير كده وغيره، حتى اللي دخل دراسات اسلاميه واللي دخل علوم واللي دخل اي حاجه، ثالثه ثانوي مش صعبه. ومع ذلك ثالثه ثانوي مش نهايه العالم، ثالثه ثانوي مش نهايه العالم، وباكدها طول الحلقه، ثالثه ثانوي مش نهايه العالم. انجح في المكان اللي ربنا حطك فيه، ولو عجبتك الحلقه اديها لاصحابك، ولو ما عجبتكش اديها لاصحابك في ثالثه ثانوي لانها هتفيدهم. تمام. نشكركم والى اللقاء من بودكاست